إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم ونشر الخير وتعميمه وتوسيع دائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في اليوم 12 من شهر شوال لعام 28 و400 للهجرة، الموافق لليوم 24 من شهر أكتوبر للعام 7 بعد 2000 للميلاد. وإليكم العدد 18، ويتضمن 19 سؤالا. يقول السائل: تداول عند بعض الناس تقريرا لشهادة التوحيد عبارة أظنها غير صحيحة، وهي لا معبود إلا سواك، فما حكم هذه الكلمة؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فبغض النظر عن قصد القائل ونيته، فإن هذه العبارة لا تتضمن معنى التوحيد، بل العكس، تثبت العبادة لآلهة المشركين وتنفي عن الله سبحانه العبودية، وهذا عين الشرك وأعظمه. قال تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وإنما العبارة السليمة المقررة لكلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين أن يقال: لا معبود سواك، ويراد بها لا معبود بحق سواك، وحكم سوى في حكم غير. وقد ثبت ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا إله غيره، ففيها إثبات للعبودية لله تعالى وبطلان ما سواها، فإن الإله الحق والمعبود بحق هو الله تعالى. قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا. وأما إضافة هذه العبارة لا معبود سواك في دعاء الاستفتاح على ما يفعله بعض الناس، فإنها زيادة مقحمة لم تثبت في نص دعاء الاستفتاح في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. والمعلوم أن الأصل عدم جواز التصرف في الألفاظ التوقيفية، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل التبين الواجب في قوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا المتعلق بعدالة الناقل، هل يكفي فيه أن يشهد له شاهد واحد أم يلزم شاهدان؟ لا خلاف بين أهل العلم في وجوب رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره لورود التصريح في عدم قبول شهادته في قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. غير أن الفاسق إذا أمكن معرفة حقيقة ما جاء به من نبأ محتمل للصدق والكذب وجب فيه، والحال هذه التبين والتثبت فيما أخبر به حتى تتجلى الحقيقة وينكشف صدق ما أخبر به من عدمه، وهو المعنى الذي أشارت إليه الآية في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه الآية تدل أيضا بدليل الخطاب أو ما يسمى بمفهوم المخالفة، أن المخبر أو الناقل للخبر إن كان عدلا غير فاسق لا يلزم التبين في نبأه ولا التثبت في خبره، والعدالة لا تعرف بمجرد إيمانه، بل هي تفتقر إلى معرف لها يكفي في التعديل أو التزكية ثبوتها بقول واحد، وهو اختيار أبي بكر الخطيب، سواء في الرواية أو الشهادة مطلقا، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، لشاهد أو مخبر، خلافا لمن لم يقبل في التعديل إلا رجلين في الرواية والشهادة، وهو مذهب الباقلاني وأكثر الفقهاء، وخلافا أيضا لمن يرى أنه يكفي في الرواية تزكية العدل ويلزم باثنين في الشهادة، وبه قال الفخر الرازي والآمدي. والصحيح المذهب الأول، لأن التزكية تدخل في باب الأخبار، فلا يشترط العدد في قبول رواية العدل بخلاف الشهادات. ومما تثبت به العدالة أيضا الاستفاضة والشهرة، فلا يحتاج من اشتهر بها إلى توثيق أو تعديل، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم إنشاء جمعية هدفها الدعوة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة والحفاظ على العقيدة الصحيحة، مع العلم أننا في بلدنا المجاور لبلدكم لا يسمح لنا بالاجتماع في الدور للدعوة أو طلب العلم؟ أفتونا بارك الله فيكم. عموم الجمعيات مهما كانت صفتها، إذا عقد عليها الولاء والبراء والحب والعداء، أو اتخذت أقوال قادتها ومسيريها أصولا بلا دليل، أو التسليم بآراء الجماعة وجعلها قطعية الثبوت غير قابلة للنقاش أو النقد ونحو هذه المعاني، فهي جمعية حزبية ولو وسمت باسم الإسلام، فهي بهذا الاعتبار عين مشاقة الله ورسوله ومحادة الله ورسوله، لأن محور الولاء والبراء هو الإيمان بالله ورسوله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالتجمع الحزبي مقيت فرق الأمة شيعا وأحزابا وما زادها إلا خبالا على مر العصور وكر الدهور. فإن الدين أمرنا بالاجتماع على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وإذا كان التجمع الحزبي لا يجوز فإنه لا يمنع من التعاون الشرعي الأخوي المبني على البر والتقوى والمنضبط بالكتاب والسنة، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما يدخل ضمن عموم الأمر بالتعاون الشرعي ما يقوم به الحاكم من تنظيم المسلمين في شكل هيئات رسمية كالوزارات والمؤسسات التي لا تحمل الطابع الحزبي ليوزع عليهم مهاما وأعمالا تخص الحياة الدينية والدنيوية، فلا تتناوله النصوص التي تذم الخروج عن وحدة الأمة التي أمر بها أن تكون واحدة. فقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وعليه فإن مجال التعاون الأخوي المنضبط بالشرع المبني على البر والتقوى مشروع ومطلوب، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل رفع الإصبع عند الانتهاء من الوضوء مشروع؟ وجزاكم الله خيرا. لا أعلم مشروعية الإشارة بالإصبع في الوضوء على وجه التشهد أو عند الآذان بعد الفراغ منهما عند الذكر والدعاء إلا فيما ثبتت مشروعيته في جلسة التشهد دون الجلسة التي بين السجدتين، لحديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه. وفي رواية أحمد كان إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. والمعلوم أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، لقوله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: كم هي المسافة التي يستطيع أن يخطوها المسبوق ليدنو من السترة؟ وبارك الله فيكم. السنة أن المصلي يتخذ سترة يصلي إليها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة. وفي حديث آخر: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وهذا الحكم خاص بالإمام والمنفرد. أما المأموم فسترة الإمام له سترة، فلا يضره من مر بين يديه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جئت أنا والفضل على أتان ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة، فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع. وفي رواية أن الأتان مرت بين بعض الصف الأول. هذا والمسبوق بعد انصراف إمامه من الصلاة لا يبقى مأموما، وإنما يصير منفردا،
ويستحب له أن ينحاز إلى سترة تقرب منه يمينا أو شمالا أو إلى الخلف يقهقر قليلا. أما إن كان بعيدا أقام وحاول درء المار ما أمكن، وبهذا قال مالك وغيره. أما ضابط القرب من السترة التي يريد الانحياز إليها والدنو منها فهي في تقديري لا تعدو 4 أمتار تقريبا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بينه وبين السترة 3 أدرع، وكان إذا صلى وجاءت شاة تسعى بين يديه فسعاها أي سابقها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. والذراع مقياس، أشهر أنواعه الذراع الهاشمية، وهي تمثل 32 إصبعا، أي ما يساوي 64 سنتيمترا. فإذا ضربت الذراع في 6 ذهابا وإيابا تحصلت على مسافة 3 أمتار و84 سنتيمترا، أي 4 أمتار تقريبا. وعليه يتقرر ضابط القرب للمصلي المسبوق ودنوه من السترة، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم تقييد الفوائد العلمية التي يذكرها الإمام أثناء خطبة الجمعة؟ أما تقييد الفوائد أثناء خطبة الإمام فلا يليق، لأنه بغض النظر عن الاشتغال بالكتابة عن الإنصات فإنه من جهة أخرى يتسبب في صرف نظر المصلين إلى مقيد السطور، وشغلهم به يحول بينهم وبين الإنصات الواجب. وفي الحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وله أن يسجل الخطبة ويستفيد من موضوعها بعد ذلك، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: توفي زوجي في ريعان شبابه، وهو من المحافظين على صلاة الصبح في المسجد ومع الجماعة، وفي اليوم الذي توفي فيه صلى صلاة الظهر كالمعتاد، وخرج إلى العمل وتوفاه الله تعالى بسبب التيار الكهربائي وهو يزاول عمله، فهل يعد هذا من حسن الخاتمة؟ وهل التيار الكهربائي يندرج تحت شهادة صاحب الحريق؟ وأرجو من فضيلة الشيخ أن يدعو الله له بالمغفرة والرحمة ولأهله بالرضا والصبر، وجزاكم الله كل خير. من العلامات التي يستدل بها على حسن الخاتمة الموت على عمل صالح، ومن أفضل الطاعات والأعمال الصالحة الصلاة في وقتها ومع الجماعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى قال: الصلاة على وقتها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. والمذكورات في الحديث ليست محصورة فيها، وتدخل الصلاة في الحديث من باب أولى لكونها أفضل العبادات البدنية،
ومن علامات حسن الخاتمة أيضا الموت بالحرق، وذلك بغض النظر عن وسائله المختلفة وأسبابه المتشعبة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الشهادة 7 سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. نسأل الله تعالى أن يعامله بغفرانه ويجعله مع الذين أنعم الله عليهم في دار رضوانه. اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، وارزق أهله وذويه الرضا بقضائك والصبر على بلائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: هل يوجد فرق بين الفقير والمسكين والغارم؟ وهل يجب أن يكونوا من أهل الصلاح حتى تعطى لهم الزكاة؟ وبارك الله في جهدكم. ليس بين الفقير والمسكين فرق من حيث الحاجة واستحقاق الزكاة، وإنما الفرق في من هو أشد حاجة لشدة فاقته. والظاهر أن الفقير هو المتعفف الذي لا شيء له ولا يسأل الناس شيئا، والمسكين هو الذي له بعض ما يكفيه ويسأل الناس ويطوف ويتبعهم. لذلك قدم الفقراء على بقية المستحقين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية، لأنهم أحوج من غيرهم وأسوأ حالا، وقد تكون لهم موانع تحول دون تكسبهم، أو لا يقدرون على التكسب لأسباب خاصة، بحيث يظنهم من لا يعرفهم مكفيين ما يحتاجون إليه. قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. بينما المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه ويسأل الناس ويطوف بهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. والحديث يبين الأولى منه بالصدقة، وهو من لا يسأل الناس ولا يفطن له بالصدقة ولا يجد ما يغنيه. أما المسكين فهو واجد ما يغنيه طالما سأل الناس وفطن له بالصدقة. ويؤيده قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فسماهم مساكين، مع أن لهم سفينة يعملون فيها. أما الغارم فهو من تحمل الدين وشق عليه أداؤه، فقد يكون غنيا وقد يكون فقيرا مسكينا. ويجوز إعطاء الزكاة للفقير والمسكين والغارم وغيرهم إذا لم يستعن بها على المعصية،
كما يجوز إعطاء الزكاة لهم إذا كان فيه تأليف لقلبهم. وأولوية الزكاة لأهل الصلاح مقدمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين، أو لمن يعاون المؤمنين. فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة في وقتها، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: في أحد أيام رمضان توفيت والدتي، ولفاجعة المصيبة أصبت بإغماء، فسقوني ماء، وبعدما أفقت بوقت يسير جاءتني العادة الشهرية، فماذا يجب علي تجاه هذا اليوم؟ وجزاكم الله خيرا. ليس على الحائض إذا طهرت إلا أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وشربها للماء قبل حيضها غير مؤثر في الحكم. ودليل قضائها قول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: أفطرت 6 أيام من رمضان بسبب إرضاعي لولدي، ولكني اضطررت أحيانا لإرضاعه بالقارورة بسبب نقص حليب الطبيعي، كما أني تركت صيام 14 يوما حال الرضاعة لعذر العادة الشهرية. وبعد انقضاء شهر رمضان صمت 5 أيام قضاء بمشقة كبيرة، فهل الأيام المتبقية يلزمني فيها قضاء أو فدية؟ وما مقدار الفدية؟ وجزاكم الله خيرا. الحامل والمرضع إذا لم تطيقا الصوم أو خافتا على أنفسهما وأولادهما أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى. وقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم القول بأن الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، وهذا كله إذا كان الرضاع طبيعيا، ولا يلحق الحكم بالرضاع الاصطناعي. وكذلك لا يلحق حكم الترخيص بالفدية إذا كانت المرضع حائضا، لأن الحائض لا يلزمها الصوم، بل تتعبد الله بالإفطار ثم بقضاء الصوم، ذلك لأن مانعية الحيض من الصوم أخص من عذر الرضاع في الإفطار والفدية، والخاص أولى بالتقدير. وإذا تبين ذلك فإن الفدية تلزم في 6 أيام، ليس إلا بناء على وجوب الفدية على المرضع تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من دقيق مقداره 1 كيلوغرام تقريبا. أما استعمال حليب القارورة استعمالا كليا أو جزئيا غالبا بحيث تحل الرضاعة الاصطناعية محل الرضاعة الطبيعية، أو غلب استعمال الاصطناع، ففي هذه الحال يلزمها الصوم ما لم تكن مريضة،
فتفطر وتقضي، لأن معظم الشيء يقوم مقام كله. أما الأيام التي أفطرتها المرأة بسبب الحيض وهي مرضع فيلزمها القضاء لمكان مانعية الحيض على ما تقدم، وعليه ضمن 14 يوما الباقية يلزم القضاء فيها 9 أيام، وتكون مشغولة الذمة بها ما دام وفت ب5 أيام، ولها أن تقضيها عند زوال العذر أو المانع. هذا وللتذكير، فإن الصبي إذا بلغ 5 أشهر فما فوق بحيث يستطيع أن يتغذى من غير لبن من أنواع الخضر والفواكه، فإن الرضاعة الطبيعية لا تكون عذرا في الإفطار، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما هو الأفضل للموسر شرعا، تكرار الحج تطوعا في كل عام، أو التصدق بالمال المخصص للحج على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ وجزاكم الله خيرا. النصوص الحديثية الواردة في الترغيب في الحج تدل على أفضلية الحج ولو تطوعا على التصدق على الفقراء والمساكين في الجملة. ومن هذه النصوص إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأن الحج يهدم ما كان قبله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. وبهذا أفتى ابن تيمية رحمه الله، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم تكرار العمرة؟ وما وجه الرد على استدلال المانعين بأن العمرة هي الحج الأصغر، والحج لا يشرع في العام إلا مرة واحدة؟ وهل يجوز الاعتمار في شهر ذي الحجة بعد أداء مناسك الحج؟ يجوز الاعتمار في أي شهر من السنة قبل الحج وفي أشهره وبعده عند جمهور أهل العلم، وإيقاعها في رمضان أفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ويستحب عند الجمهور تكرر العمرة في السنة الواحدة إذا تعددت أسفار المعتمر،
وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. وبه قال الشافعي وأحمد خلافا لمالك وبعض السلف، واختاره ابن تيمية، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يزيدوا على عمرة واحدة في العام، فالزيادة على فعلهم مكروها. ودليل الاستحباب عند الجمهور قوله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ويظهر منه العموم لتركه صلى الله عليه وآله وسلم الاستفصال في وقت العمرة، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت مرتين في شهر بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العمرة الأولى التي كانت مع الحجة، والعمرة الثانية التي اعتمرتها من التنعيم. أما القول بأن الصحابة لم يعتمروا في عام مرتين فتكره الزيادة على فعلهم فغير مسلم، لما روي عن علي وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم خلافه. أما إلحاق العمرة بالحج فهو قياس مع الفارق، لأن العمرة ليست مقيدة بوقت تفوت به بخلاف الحج، فمحدود وقته يفوت بفوات وقته فافترقا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ففيه تفريق بين الحج والعمرة في التكرار وتنبيه على ذلك، إذ لو كانت العمرة كالحج لا تفعل إلا مرة لسوى بينهما ولم يفرق. وهذا إنما إذا تكررت العمرة مع تعدد سفر معتمر. أما في سفرة واحدة فعلى الصحيح في المسألة عدم مشروعية تعدد العمر في سفرة واحدة قصد الخروج من مكة إلى التنعيم ليعتمر فيها. قال ابن القيم: ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة. وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا. فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها فهي عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان معه، لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة وقع عن حجها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها
فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه. هذا ولا مانع من أن يعتمر بعد فراغه من مناسك الحج إذا كان عائدا مثلا من زيارته للمسجد النبوي أو خروجه إلى الميقات إن أراد أن يكرر عمرته، وخاصة ممن لم يسعه الوقت في أداء عمرته، لما أخرجه البيهقي أن عائشة رضي الله عنها كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من الجحفة، أي أنها كانت إذا حجت تمكث إلى أن يهل المحرم ثم تخرج إلى الجحفة فتحرم منه بعمرة، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم بيع قطعة 50 دينارا جزائريا المعدنية المصنوعة بشيء من الذهب كما يقول من يبيعها بمبلغ 50 و300 دينار جزائري إلى الصائغ ليحولها إلى أشياء أخرى؟ وبارك الله فيكم. إن بيع الذهب بالأوراق النقدية المعاصرة جائز، وتلحق به جميع أحكام بيع الذهب بالفضة لعلة جامعة وهي الثمنية، لأن الأوراق النقدية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، لذلك يجوز فيها التفاضل والجزاء، لكن يشترط فيها التقابض في المجلس الواحد، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز شراء السلع والحوائج التي تقوم المحكمة بحجزها ثم بيعها بالمزاد العلني؟ وشكرا. إن كان ما تحجزه المحكمة من معدات المؤسسات المفلسة المثقلة بالديون قصد تسديد ديون الدائنين على الغارمين، فالظاهر جواز شراء ما تعده للبيع بالمزاد العلني استبقاء للحقوق وردا للمظالم. أما ما تحجزه الجمارك من أموال الناس وسلعهم الذين لا يقتدرون على دفع الضرائب الجمركية المفروضة جبرا، أو تلك السلع التي أباحها الشرع ومنعتها السلطات بدعوى مصلحة البلاد والعباد، والظاهر أنه لا يجوز شراؤها إلا إذا رضي أصحابها أو دفع لهم قيمة سلعته، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: أخت ملتزمة تقدم لخطبتها رجل مقيم في بلاد الكفر، فأخبرته أن الإقامة بها لا تجوز، فقال لها بأنه بعد أن يتم 2 سنين من العمل ويحصل على منحة التقاعد يرجع إلى الجزائر، فهل تقبل به زوجا وتنتظره أم لا؟ المرأة بحسب حالها، فإذا كانت شابة صغيرة السن لا يهملها الخطاب في الجملة، فأنصحها بأن تتريث حتى تصيب زوجا ممن يرضى دينه وخلقه، لأن المقيم في بلاد الكفر المدة الطويلة ليس له علم بالدين والاستقامة على الهدى والتقوى إلا النزر اليسير، إذ غالبا ما ينطبع المغترب بعادات ديار الكفر وخصائصها، فيصعب على الملتزمة أن تحقق معه حياة زوجية على النمط الذي يرضي الله تعالى، بل يؤثر على دينها وسلوكها مع مرور الوقت. أما إذا كانت كبيرة في السن وقد لا يأتيها الخطاب وأبدى هذا الخاطب صدقا في الالتزام بالدين وإظهار شعائره، فلها أن تقبل به وتنتظره حتى يرجع من بلاد الكفر، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل:
تزوجت من رجل كان قد طلق امرأته الأولى وله منها ولدان، وبقي معها على اتصال بشؤون حالتهما، ولكن في بعض الأحيان يتجاذبان أطراف الحديث في أمور خارجة عن الحاجة، فما هو ضابط جواز تكليمه ومحادثته لها؟ وجزاكم الله خيرا. الرجل إن طلق زوجته وخرجت من عدتها بانت عنه، ولا يجوز له معها ما كان جائزا بعقد الزواج لكونها أجنبية عنه، ولها أن تكلمه بما لا يزيد عن قدر الحاجة وبالكلام المعروف الخالي من الفتنة والريبة من غير مباسطة ولا بصوت فاتن قصد استمالة قلبه، لقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وكذا العكس، فلا يجوز له أن يفتنها ويتخذ الأولاد سبيلا للوصول إلى الفتنة وما لا يرضي الله تعالى، وعليه أن يتقي الله ويخاف منه، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تكن صدورهم وما يعلنون. ومع ذلك فقد جعل الله لذلك مخرجا إن رغب فيها ولم تبن عنه بينونة كبرى، أي لم يكن قد طلقها ثلاثة، أن يعدد بها بعقد زواج مع لزوم تحقيق العدل في المسكن والمعاشرة بينهما تفاديا للمحرمات وأسباب الفتنة، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: سمعت أن إلقاء السلام مع الإشارة باليد أو الرأس من تحية اليهود، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. إن جمع المسلم بين لفظ السلام والإشارة بالرؤوس والأكف فجائز بحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. أما الاكتفاء بالإشارة دون قرنها بلفظ السلام فيعد من تحية اليهود التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة. هذا والجدير بالتنبيه أن النهي عن السلام بالإشارة إنما يتعلق بالقدرة على اللفظ، إذ لا تكليف إلا بمقدور، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وضمن هذا المعنى يقول ابن حجر رحمه الله: والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا، وإلا فهي مشروعة بمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس، وكذا السلام على الأصم، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم أخذ أو أكل ما يحضره بعض الطلبة لمعلم القرآن من أكل أو ما يبعث به أولياؤهم من مال أو هدايا، مع العلم أنه لا يطلب منهم ذلك، وبارك الله فيكم؟ لا مانع من قبول الهدية إذا كان قصد المهدي استجلاب المودة والمعرفة والإحسان، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا تحابوا. ويكره ردها لغير مانع شرعي، ففي الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه
فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أما إن كان قصد المهدي التوصل بقصده إلى إبطال حق أو تحقيق باطل، فما قدمه من الهدية إنما هو رشوة محرمة لم يحل قبولها، وصاحبها ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وترد الرشاوى على شكل هدايا لأهل الولايات والمناصب الإدارية والقضائية ونحوها، توصلا إلى أن يميلوا مع المهدي. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: هدايا العمال غلول. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. ويدخل في ذلك لمن يقضي للمهدي حاجة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن السحت: الرجل يطلب الحاجة للرجل فيقضيها فيهدي إليه فيقبلها. والعلة في منع الهدية في هذه الأحوال إنما هي خشية تحولها إلى الرشوة مآلا، إما في ذات الحكم وإما في شيء مما يجب قيام المسؤولية من أهل الولايات به، وما أدى إلى حرام فهو حرام. فالحاصل أن الأصل في الهدية الجواز، ويكره ردها إلا لوجود مانع شرعي قام الدليل على مانعيته من قبول الهدايا، فله والحال هذه حكم الرشوة المحرمة كما تقدم في شأن أهل المناصب والمصالح والولايات ونحوها، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: جرت العادة عندنا أن المرء إذا حصل له نجاح في أمر خير من دينه، كأن يختم حفظ القرآن أو يعقد على امرأة عقدا شرعيا، أو في أمر من أمور دنياه كأن ينجح في شهادة من شهاداته الدراسية، أو يحصل على وظيفة، يصنع طعاما ويدعو إليه الناس، فما حكم هذا الصنيع؟ والله نسأل أن يجزيك خيرا. الأصل في الأطعمة المعتادة التي تجري مجرى شكران المنعم والزيادة في الإحسان الجواز، إلا إذا ثبت دليل ناقل عن هذا الأصل إلى المنع، أو اقترنت بها مقاصد فاسدة أو اعتقادات منافية لجناب التوحيد. والولائم أنواع متعددة وسبيلها الطبخ، والإطعام لها أحسن من تفريق اللحم في مكارم الأخلاق والجود، إذ يمتع الجيران والأولاد والمساكين هنيئة ومكفية المؤنة. وقد تناول العلماء جملة من هذه الولائم بالذكر، وهي لا تخرج عما تقرر في أصل الولائم. ومن مقاصدها الحسنة إكرام الفقراء والبسطاء من غير تمييزهم عن الأغنياء والوجهاء، واتباع السنة في إكرام الضيوف وإطعام الأخيار،
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.